بعد الفيديو ده انت هتروح الاكاديميه العسكريه في العاصمه الاداريه بكل سهوله، عشان النهارده انا جايب لك 4 طرق مش طريقه واحده تروح بيها الاكاديميه العسكريه. بس قبل ما نبدا سيب الفيديو عندك عشان هتحتاجه وابعته للي هيروح الاكاديميه العسكريه، وبالتوفيق مقدما. وخليك معايا عشان نشوف ال4 طرق. الطريقه الاولى من موقف السلام اللي يقع على الطريق الدائري في شرق القاهره، واللي اغلب الناس تعرفه. هتركب عربيه الاكاديميه العسكريه او الكيان العسكري، هتنزلك قدام بوابه 9، والاجره مش هتقل عن 50 جنيه عشان نبقى واضحين يعني. فدي طريقه. الطريقه الثانيه برضه من ميكروباص، ولكن من قدام موقف رمسيس. هتسال على عربيات العاصمه، هتلاقيها عند موقف احمد حلمي اللي في رمسيس، واللي بتروح برضه قدام بوابه 9، والاجره حوالي 75 جنيه في الحدود دي يعني. طب فرضا لو مفيش عربيات بتروح الاكاديميه على طول ولا اي حاجه، هتركب اي ميكروباص يروح العاصمه الاداريه، ومن جوه العاصمه هتلاقي اي اتوبيس يوصلك قدام بوابه 10 للاكاديميه العسكريه. الطريقه الثالثه، لو انت جاي بالمترو مثلا وعايز انك تروح باستخدام المترو، هتوصل محطه عدلي منصور في الخط الثالث، وهتبدل من هناك لمحطه القطار الكهربائي الخفيف، وهتاخد اعلى تذكره اللي ب 20 جنيه، وهتنزل في محطه الكيان العسكري. ولما تنزل هناك هتاخد اتوبيس هيوصلك قدام بوابه 10، والاتوبيس عامل له 5 جنيه ولا غليت ولا قلت، انا مش عارف بصراحه. الطريقه الرابعه، فرضا انا جاي بالمونوريل، جاي من ناحيه التجمع الخامس. ايوه يا فنان، عادي برضه. هتوصل بالمونوريل لحد محطه مدينه الفنون والثقافه، اللي عندها محطه قطار كهربائي خفيف، وهتبدل من هناك وهتركب القطار الكهربائي الخفيف، وهتركب لحد محطه الكيان العسكري، وهتتابع نفس خطوات الطريقه السابقه، انك تركب الاتوبيس اللي بيوصل قدام بوابه 10. وممكن انك تلاقي من قدام مدينه الفنون والثقافه اتوبيس برضه بيوصل للاكاديميه العسكريه. فشوف انت بقى، فانت جايب مونوريل هتوصل، جايب المترو هتوصل، جايب ميكروباص هتوصل. ولو عندك سؤال اكتبه برضه في الكومنتات عشان ممكن نعمل عنه فيديو يفيد الناس برضه. فما تنساش بقى الفولو وتشير الفيديو، وبس كده.